أشرف حكيمي مواليد 4 نوفمبر سنة 1998 هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب حاليا مع فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ومع المنتخب المغربي. يلعب غالبا في مركز الظهير الأيمن، كما يمكنه أيضا اللعب في مركز الظهير الأيسر أو الجناح، ويعتبر واحدا من أفضل الأظهرة في العالم. ولد أشرف حكيمي في مدريد، إسبانيا، لأبوين مغربيين، وانضم إلى فريق شباب ريال مدريد في عام 2006 وعمره 8 أعوام، ويحمل أيضا الجنسية الإسبانية. حكيمي متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك، وهي من أصل تونسي. الزوجان لديهما ولدان، ولد ابنهما الأول في عام 2020 ويسمى بمسلم حكيمي، أما ابنهما الثاني فولد في سنة 2022. بعد توقيعه مع بروسيا دورتموند، تم تصنيف اللاعب المغربي على أنه مدافع سريع وديناميكي وقوي، ويتمتع بمهارة تكتيكية وتقنيات عالية في تمرير الكرات الطويلة. تم ضم اللاعب المغربي في معسكر الفريق الأول لنادي ريال مدريد، فلعب أول مباراة له مع الفريق الملكي يوم 29 يوليوز 2016 في مباراة ودية ضد باريس سان جيرمان أثناء معسكر الفريقين في الولايات المتحدة. سجل أشرف هدفه الأول في 25 شتنبر 2016، فلعب 28 مباراة، 26 مباراة منهم كأساسي خلال هذا الموسم. دفع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بالمغربي أشرف حكيمي أساسيا في اللقاء الذي استقبل فيه ريال مدريد نادي إسبانيول في 1 أكتوبر 2017، ليكون أول ظهور رسمي لأشرف بقميص ريال مدريد. وفي 9 دجنبر 2017 أصبح أشرف أول لاعب عربي وإفريقي يسجل بقميص ريال مدريد في مباراة الفوز للريال على إشبيلية ب5-0، وفاز ريال مدريد وقتها بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وال13 في تاريخ النادي الملكي. في 11 يوليوز 2018 وقع المغربي حكيمي مع نادي بروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة لمدة 2 عام، فسجل هدفه الأول للنادي في مباراة الفوز ب7-0 في 27 شتنبر 2018. ساهم حكيمي في صناعة 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في مسيرته، بأداء رائع ضد أتلتيكو مدريد في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا مع دورتموند. في فبراير 2020 سجل اللاعب حكيمي رقما قياسيا في سرعة الجري بالدوري الألماني عندما وصل إلى 36.48 كيلومترا في الساعة، كاسرا الرقم القياسي السابق في الدوري. في 2 يوليوز 2020 وقع حكيمي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بعقد مدته 5 سنوات برسوم تبلغ حوالي 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات. وفي 26 من شتنبر في نفس السنة ظهر حكيمي لأول مرة وقدم تمرير في الفوز ب4-3 على فيورنتينا في الدوري الإيطالي، وسجل هدفه الأول للنادي في مباراة فاز بها الإنتر ميلان ب5-2.
في 6 يوليو 2021 وقع المغربي عقدا حتى عام 2026 مع النادي الفرنسي الباريزي باريس سان جيرمان بمبلغ 70 مليون يورو. شارك اللاعب المغربي أشرف حكيمي لأول مرة في الدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان في 7 غشت 2021 حيث لعب 90 دقيقة كاملة وسجل هدفه الأول للنادي. فكما نذكر أن اللاعب المغربي شارك الأسطورة كريستيانو رونالدو الفريق في النادي الملكي ريال مدريد، والآن يشارك الأسطورة ليونيل ميسي الفريق أيضا في نادي باريس سان جيرمان، ومجموعة من اللاعبين المبدعين والمهاريين أيضا نذكر منهم كيليان بابي ونيمار وسيرجيو راموس وغيرهم من اللاعبين الاحترافيين. بعد تمثيله المغرب للفئات السنية الأقل من 17 سنة والأقل من 20، لعب أشرف أول مباراة له تحت 23 سنة في 5 يونيو 2016 في مباراة الفوز الودية على الكاميرون، فسجل أشرف هدفه الأول في 1 شتنبر 2017 في مباراة الفوز على مالي. وفي ماي 2018 تم اختياره ضمن التشكيلة النهائية للمنتخب المغربي التي سوف تلعب في كأس العالم 2018. وتم اختياره أيضا في التشكيلة الحالية لكأس العالم قطر 2022 من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي. فلاحظنا تألقه الكبير في مباريات دوري المجموعات وأيضا في المباراة التي جمعت المغرب بإسبانيا، كما لفت انتباه كل المشجعين والجماهير حبه الكبير لعائلته وخاصة لوالدته التي لطالما كانت تسانده في كل مباريات المنتخب الوطني المغربي، وأيضا في مسيرته الكروية مع باقي الفرق والأندية الأوروبية. الشيء الذي يذكرنا هنا بزميله اللاعب المغربي حكيم زياش، فهو أيضا لطالما شاهدنا حبه وانسجامه الكبير مع والدته في كل المباريات وأيضا في التظاهرات التي كان يحضر لها برفقة والدته، والتي بدورها لطالما كانت تسانده في كل مبارياته الدولية وأيضا في تعاقداته مع الفرق الأوروبية. وشاهدنا هنا الانسجام الكبير الذي بين الابن ووالدته، وذكرنا أيضا بزميله وصديقه أشرف حكيمي الذي ذكرناه قبل قليل. ومن هنا بدأت رحلة اللاعبان أشرف حكيمي وحكيم زياش، فلاحظنا انسجامهما الكبير مع باقي أعضاء الفريق، فكونا ثنائيا رائعا في كأس العالم قطر 2022 بمهاراتهما الفردية وأيضا بالمهارات الجماعية والثنائية، وفي التمريرات العرضية وأيضا في التمريرات الطويلة بين الشابين الواعدين. إذن أعزائي، دعونا ننتقل مباشرة من مسيرة اللاعب أشرف حكيمي لنتعرف عن مسيرة اللاعب حكيم زياش. حكيم زياش مواليد 19 مارس سنة 1993، هو لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الوسط المهاجم مع نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضا مع المنتخب المغربي لكرة القدم.
فهو لاعب متعدد المراكز والمهارات، فيمكنه اللعب أيضا في مركز الجناح، ويشتهر بالإنهاء والمراوغة والسرعة، كما يعرف بقدرته التكتيكية وتميزه بالركلات الثابتة. بدأ زياش مسيرته المهنية مع النادي الهولندي في عام 2012، ووقع مع أنشخيدا الهولندي بعد ذلك لمدة عامين. كان موسمه 2015-2016 أكثر موسم غزير في مسيرة حكيم زياش، حيث سجل 17 هدفاً وقدم 10 مساعدات في الدوري الهولندي الممتاز. في عام 2016 وقع زياش مع أجاكس في صفقة مدتها 5 سنوات مع رسوم انتقال بلغت 11 مليون يورو. في عام 2020 وقع حكيم زياش مع تشيلسي في صفقة مدتها 5 سنوات مع رسوم انتقال بلغت 40 مليون يورو، من المحتمل أن تزيد إلى 44 مليون يورو كحد أقصى. كان حكيم زياش مؤهلا للعب مع منتخبي هولندا والمغرب في عام 2015، فأكد اختياره لتمثيل المغرب على المسرح الدولي، ثم اختاره الدولي المغربي للقائمة النهائية لكأس العالم 2018. ولد حكيم زياش في مدينة هولندية من أم وأب مغربيان ينحدران من مدينة تافوغالت بإقليم بركان. توفي والده محمد زياش سنة 2003، ولم يتجاوز سن حكيم آنذاك 10 سنوات، ليتعرض لأزمة نفسية كبيرة أثرت سلبيا على مستواه الدراسي، ليجد ضالته في كرة القدم بعدما انضم إلى أكاديمية هولندية لكرة القدم. في 11 غشت 2021 توج حكيم زياش بكأس السوبر الأوروبي بعد تسجيله الهدف الوحيد للفريق ضد نادي فياريال، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويفوز تشيلسي باللقب، وذلك بركلات الترجيح بعد غياب 23 عاماً. في 1 شتنبر 2017 سجل زياش في مباراة الفوز أمام منتخب مالي ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018. بعدها تم اختياره لتشكيلة المنتخب المكونة من 23 لاعباً، والتي شاركت في كأس العالم 2018 وأيضاً لتشكيلة كأس العالم 2022. فلما لا، وهو اللاعب الذي حاز على لاعب العام في النوادي الهولندية لسنة 2013 2014، وللاعب العام أيضا لسنة 2018، وأيضا جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في إفريقيا. إذن كل التوفيق لأسود الأطلس في مباراتهم القادمة مع منتخب البرتغال، وأيضا كل التوفيق للاعبان الشابان أشرف حكيمي وحكيم زياش. شكرا لكم على المتابعة، نرجو منكم أن تدعمونا بالاشتراك.